هو يا دوب لتر واحد من الحليب هنعمل تحلية طبقتين بطعم جميل جدا، من غير كريم شانتيه ولا بيض ولا حتى كريم كراميل. سهلة وبسيطة وهتنفذيها بعد ما تشوفي الفيديو ان شاء الله. اول طبقة هحتاج لكوبايتين من الحليب، هضيف عليهم معلقة من النشا، معلقتين من الدقيق بيدي قوام حلو جدا، 3 معالق من السكر، معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، وظرف فانيليا. طبعا هقلب كل المكونات دي على البارد، وممكن كمان اضيف مكعب من الزبدة لو متاح، او معلقة من السمنة البلدي لو مفيش مشكلة خالص. هاخد البودنج على النار لحد ما يغلي علشان يتقل، وبعدين هصبه في كاسات او في اطباق، المهم هصب النص بس علشان الطبقة التانية. للطبقة التانية هحتاج كوبايتين من الحليب، وعليهم 3 معالق من السكر، ومعلقتين مليانين هرمي بشكل هرمي من بودرة الكاسترد بالفانيليا. طبعا مش هضيف فانيليا بقى، لو مش عندك كاسترد ممكن تستخدمي النشا عادي وتعمليها مهلبية، مفيش مشكلة. هنتعامل مع الكاسترد زي معاملة النشا، لازم يغلي على النار ويتقل قوامه، وهو سخن على طول هاخده يكون الطبقة الأولانية اللي أنا صبيتها اتشمعت ومسكت نفسها وعملت قشرة، هقدر إن أنا أصب عليها الطبقة التانية بكل سهولة. هتبقى كده الطبقتين ما شاء الله شكلهم حلو جدا. ممكن كمان تزينيها، انا بشرت مكعب شوكولاته واحد بشرته على كل الاطباق، وحطيت انصاف كريز، ممكن تحطي انصاف فراوله، ممكن تحطي شويه جوز هند زي ما تحبي. المهم ان التحليه بتاعتنا النهارده تعتبر اقتصاديه وسهله وبسيطه، ولو اول مره تعملي حلويات ان شاء الله تنجح معاكي. لو عجبك الفيديو شيريه لحبايبك، وما تنسيش اللايك.